مرحبا يا أصدقائي في هذا العالم الافتراضي. اليوم لدينا مغامرة شيقة ستأخذنا إلى أحد أرياف البلاد التونسية، ولكن يا ترى إلى أي جهة من تونس ينتمي هذا الريف؟ هل هو من الشمال أم الوسط أم الجنوب؟ والآن استعدوا لنبدأ رحلتنا. انظروا جيدا أمامكم، هناك مساحات شاسعة ومفتوحة من الطبيعة. نرى الحقول الخضراء وأشجار الزيتون الممتدة على مدى البصر، ولكن هل لاحظتم شيئا؟ أشجار الزيتون منتشرة على مساحة واسعة وغير مزعجة. لماذا يا ترى؟ لأن شجرة الزيتون تحتاج إلى مكان كبير لتنمو وتكبر، لذلك يترك الفلاحون مسافة 24 مترا بين كل شجرة وأخرى. لاحظوا كيف أن الأشجار مزروعة في صفوف منتظمة ومتقايسة. هذا يا أصدقائي يساعد الأشجار على الامتداد دون أن تتزاحم. كما تساعد هذه المسافة الفلاح على العناية بأشجار الزيتون بسهولة. كما يترك الفلاح هذه المساحة حتى تسمح للجرار بالتنقل بحرية وحراسة الأرض لتهويتها. يستخدم الفلاح في هذه الجهة أدوات مختلفة مثل الجرار لتقليب التربة وتهيئتها للزراعة، المضخات والأدوية لحماية الأشجار من الأمراض، المفارش التي تستخدم عند جني الزيتون. والآن لنتقدم أكثر ونقترب من شجرة الزيتون. هل ترون هذه الثمار؟ عندما تنضج حبات الزيتون يبدأ موسم الجنين. انظر كيف يقوم الفلاح بجني الزيتون ثم يقوم بجمعها من المفارش. بعد ذلك يتم نقله إلى المعاصر، حيث يتم عصره وتحويله إلى زيت زيتون طبيعي ولذيذ. ليس هذا فقط، انظروا هناك، ماذا نرى؟ الخرفان والماشية ترعى في المزارع، حيث أن في هذه الجهة من تونس يقوم الفلاحون بتربية الماشية مثل الخرفان. ولكن كيف يهتم الفلاح بهذه الحيوانات؟ تحتاج الماشية إلى تغذية جيدة حتى تبقى بصحة ممتازة، لذلك يعتمد الفلاح على مصادر متنوعة لتوفير الغذاء لها. المصانع المتخصصة مثل الشركة الصناعية لتغذية الحيوانات. لاحظوا أيضا منازل الفلاحين والسكان حيث تكون مشددة وغير متجمعة. إنه مشهد يعكس جمال تونس، لكن هل استطعتم معرفة إلى أي جهة ينتمي هذا الريف؟ سأمنحكم بعض الوقت للتفكير. إلى اللقاء في فيديو قادم مع رحلة جديدة في عالم الافتراضي.